إن من المؤلم أن يتعرض الإنسان للخيانة والغدر من شخص ما، هذا لا شك أنه يؤلمه ويحزنه، ولكن الإنسان قد يتناسى أو ينسى هذا الغدر وهذه الخيانة لأنها من شخص لا يكن له أي مشاعر. ولكن الأشد إيلاما والأشد حزنا والأشد قسوة أن يأتيك الغدر وأن تأتيك الطعنة وأن تأتيك الخيانة من أقرب الناس إليك، ممن ظننتهم سندا لك في هذه الحياة، ولا يمكن أن ينساها الإنسان أو يتناساها أبد الدهر حتى يموت. ولذلك الإمبراطور الروماني يوليوس قيصر عندما تعرض لخيانة من مجلس الشيوخ والوزراء والمقربين وغدروه وقتلوه لما طعنوه تألم من ألم الطعنة، ولكن الأشد إيلاما على نفسه لما رأى بروتوس يطعنه فقال كلمته المشهورة التي خلدها التاريخ: حتى أنت يا بروتوس. هذا بروتوس يا أخوان كان يعتبره الإمبراطور ابنه الصغير أو أخوه الصغير، كان يربيه ويشفق عليه ويحبه حبا شديدا وقربه منه. وفي الأخير لما جاءت الطعنة من بروتوس كانت ألم الخيانة أشد ألما عليه من طعنات الخناجر والسيوف. ولذلك قال الشاعر: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند. يعني الظلم والغدر لما يكون من أشد الناس قرابة يكون ألمها أشد من ألم السيوف والخناجر والطعنات. ولذلك يجب على الإنسان أن يوطن نفسه أنه قد يتعرض للخيانة والغدر من أقرب الناس، ممن كان يؤكلهم ويشاربهم ويجالسهم ويمازحهم، بل ويعمل لهم الخير ويقدم لهم أصناف الخير على طبق من ذهب، فليوطن نفسه على ذلك لكي تكون الصدمة أخف على قلبه ولا يكون وقعها شديد عليه، والله المستعان. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد تربى وترعرع ونشأ مع أبناء عمومته ومع أعمامه وأبناء عمومته وأقاربه، ثم لما جاء بالرسالة كان أول من طعن به وغدره وهاجمه وقاتله هم أبناء عمومته وأعمامه وأهل قبيلته وعشيرته، هاجموه وقاتلوه وسبوه وشتموه وضربوه وهجوه وطردوه من مكة، فكان ظلم أهل بيته وأعمامه وقرابته له أشد من ظلم الناس الآخرين. ولذلك أبو بكر الصديق أيضا لما وقعت حادثة الإفك وطعن في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تألم من حديث الناس، ولكن أشد إيلاما على قلبه لما تحدث فيها مصطح بن أثاثة ابن خالة لعائشة رضي الله عنها، وكان أبو بكر ينفق عليه فأوقف النفقة عليه، فلما أنزل الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال بلى وعاد للإنفاق عليه. دمتم بخير والسلام عليكم.